من المشاكل اللي ربما كنوقعوا فيها هو ديك الظرافه الزايده، هو داك السيد اللي ما تيقولش لا، داك السيد اللي كيقول ديما واخ، داك السيد اللي كيقضي للناس الاغراض ديالهم، داك السيد اللي فين ما طلبتيه ما تيرفضش. هاد السيد كيجي واحد النهار كما كنقولوا وكتوصل له كما كنقولوا ديك الصبر تيسالي، تتعمر له داك الريزرفوار ديال الصبر تيعمر. كيجي واحد الوقيته كما كنقولوا تيهضر مع راسو وتيبغي كما كنقولوا كيبغي يحلل داك الشيء اللي كيدير. اش تيلقى كما كنقولوا راسو بانه راه ربما مستغل، وربما انه ما مرتاحش، وربما انه دوك الناس اللي ربما تيتعامل معاهم هو راه كما كنقولوا كتكون واحد الاستفاده احاديه. دونك هنا هاد الشخص هذا فاش تيجي وتيبغي يطلب بحقه، تيبغي يقول لا، تيبغي كما كنقولوا يولي حتى هو يفرض الراي ديالو، كيبغي حتى هو يفرض الفكره ديالو. كينوضوا واحد الناس كما كنقولوا اللي راسهم مربع، واحد الاشرار كما كنقولوا اللي ربما كيقدروا يكونوا من العائله، ربما كيقدروا يكونوا كما كنقولوا يعني من الحومه، يقدروا يكونوا من شي بلاصه اخرى، اللي ربما ما تيحملوش داك الشخص، وتينوضوا تيقولوا ها اللي قلنا لكم هذا الشخص هذا كان غير كيمثل علينا، وها هو بان على حقيقته، وراه ما ظريفش، وراه ما مزيانش، وراه ماشي هو هذا. دونك هنا هذا مشكل ربما اللي هو خطير. والانسان الصراحه راه ما خصوش كما كنقولوا يعني غايه الناس، قال لك ارضاء الناس غايه لا تدرك، باش ترضي الناس راه واحد الغايه اللي لا تدرك. دونك يعني هذه خصك ديرها بين راسك، خصك تتعلم تقول لا، وخصك حتى انت تطالب بالحقوق ديالك، وديك الظرافه الزايده راه ما خداماش، خصك تحيدها. وخصك كما كنقولوا حتى انت تتعامل بالمثل، وتكون واحد الاستفاده مشتركه، باش هكا ما تلقاش كما كنقولوا داك ما تواجهش مع دوك الناس اللي مربع راسهم باش يقولوا هذا السيد راه بان على حقيقته، وهذا السيد راه ما مزيانش، وشوفوا اللي قلنا لكم، وشوفوا هذه. وكيولي منبوذ هذاك الشيء اللي ربما هو من اطيب خلق الله مثلا في العائله ولا في الحومه ولا في هذه. السلام عليكم.